صباح الحلويات، صباح الخيرات. الايس كوفي ده هيفضل هو المفضل عندي ورقم واحد في اي حاجه بشربها. بس المره دي قررت اعمل الترند اللي طالع، اللي هو هنضرب شويه كوفي كده حلوين ونعمل كميه عندنا في الفريزر تبقى سهله. عايزه اقول لكم الطريقه دي طلعت ترند دلوقتي وكله بيعملها، بس انا كانت ماما بتعملها من زمان جدا، من قبل ما حد كان يكتشف الطريقه دي اصلا. كانت بتسهل لنا الامور. كان زمان بقى ما كانش في مضرب وما كانش في حاجه، كنا بنمسك بالمعلقه. تشوفي بقى لو هنعمل الاسره كلها ولا ضيوف عندنا، نمسك بالمعلقه ونضرب عشان نعمل فوم. بعد كده طلع المضرب اللي بالحجاره ده كان ولا ليه اي 30 لازمه يعني. فكانت جت في فكره كده ان يلا تضربهم وتشوف الفوم هيطلع ازاي، وطلع فوم حلو جدا. وعايزه اقول لكم ان طعمه بيبقى احلى من ان هو لسه مضروب في ساعتها. معرفش ليه ايه اللي بيتغير في طعمه. فقررت ان انا اعمله تاني ويبقى سهل برضو ان انا اعمل الدرينك ده. كل اللي عملته زي ما انتم شايفين، كوبايه من القهوه سريعه الذوبان، كوبايه من السكر، كوبايه من الميه. ولو انتم بتشربوا سكر قليل او مفيش او كده، نحاول نقلل بقى كميه السكر. ممكن ينفع نص كوبايه السكر عشان يبقى الكميه اقل. بس كده. وبدات بقى ادخل على الدرينك اللي هشربه. خدت معلقتين من القهوه بعد ما اتعملت وضربت. انا كنتش لسه حاططها في الفريزر، يعني هي لسه مضروبه، بتتماسك اكتر وهي محطوطه في الفريزر، بتطلع زي الايس كريم، ناعمه جدا وجميله جدا. وعايزه اقول لكم بتبقى ثابته اكتر في الكوبايه غير لما بتكون لسه مضروبه حالا. تبتدي مع الهواء بتعمل فقاقيع كده وبتهدى. اما اللي بتبقى مضروبه بالمضرب ومضروبه ضربه محترمه كده، يعني حوالي 10 دقايق بتقعدوا تضربوا فيها، بتفضل متتماسك وهي خلاص محطوطه بقى في الكاس اللي هتشربي فيه، بتفضل تتماسك فتره اطول. المهم حطيت المعلقتين دول، وبعدين ايس كريم المفضل اللي عندي بطعم الشوكليت، شويه تلج شويه لبن ساقع، وبعدين حطيت عليهم من فوق. هو التلج طلع لفوق عشان كنت حاطاه في الاخر، يعني اللي يفضل تحطي التلج من تحت. زقيته كده بالمعلقه، وبعدين رحت حطيت عليه ايس كريم تاني وشويه صوص بالكراميل. وهتدوقي احلى ايس كوفي بجد بالايس كريم، طعمه رائع بجد، المفضل عندي.